اهلا بيكم في فيديو جديد، وهتكلم عن اضطرابات الاكل. في دراسة اتعملت سنة 2020 في جامعة نابولي في ايطاليا عن اضطرابات الاكل، زي الشره العصبي والنهم في تناول الطعام او الشراهة في تناول الاكل. يعني ان الشخص يكون قادر ياكل كمية اكل كبيرة جدا، اكبر من اللي بياكلها معظم الناس في نفس الوقت، مع الاحساس انه مش قادر يتحكم ان هو يوقف اكل او يتحكم في الكمية اللي هو بياكلها. يعني بياكل حتى مش بيمضغ الاكل. وبعد كده يعمل سلوكيات تعويضية زي الصيام لمدة طويلة مش بغرض يعني ديني، او يستخدم مدرات للبول عشان يقلل الوزن، او ياخد ملينات، او يعمل رجيمات قاسية جدا، او يلعب رياضة بشكل مفرط. السلوكيات التعويضية دي ممكن حد يعملها من مرة ل3 مرات، لحد شخص ممكن يعملها من 8 ل 13 مرة كل اسبوع. والدراسة دي بتقول ان الناس اللي بتعمل كده عندها مشاكل في تنظيم مشاعرها، يعني ما بتعرفش تتحكم يعني مشاعرها بتسيطر عليها، فما بتعرفش تتحكم في نفسها. لو شافت محفز بصري، يعني شافت الاكل او شكل الاكل او حتى صورة اكل، بيحفزها وما بتعرفش تمسك نفسها. او حاجة عاطفية، يعني حاجة حصلت ضايقتها او حسستها بالقلق او حسستها بالملل. الناس اللي عندهم اضطرابات في الاكل ما بيقدروش يتحكموا في نفسهم لما بيشوفوا اكلات معينة، لان دماغهم بتتعامل مع الاكل ان هو محفز، ان هو مكافأة كبيرة جدا بالنسبة لهم. الاكل المحفز مش هيكون الاكل الصحي، وانما الاكلات اللي فيها سعرات حرارية عالية جدا، هي دي اللي بتحفزهم، وهي دي اللي دماغهم بيعتبرها مكافأة، لان ليها طعم قوي جدا وليها ريحة قوية جدا، وبتعمل تحفيز وامتاع لمنبهات التذوق. فالحالة هنا ممكن توصل لادمان الاكل. وبعد ما بيخرج من المعركة دي مع الاكل بيحس بالندم، وبعد كده لانه برضه مش قادر يشيل من دماغه فكرة الوزن المثالي والجسم المثالي. وللأسف العلاج هنا مش هيكون بتقوية الإرادة، وإنما بتعديل بنية الدماغ عن طريق العلاجات النفسية، زي العلاج المعرفي السلوكي والعلاجات اللي بتركز على تنظيم المشاعر. عشان أخرج من دوامة إن أنا شايفة نفسي باكل كتير جدا مع إني أكلي عادي خالص، أو شايفة نفسي ما باكلش خالص على الرغم من إني أنا باكل سعرات حرارية عالية جدا، أو شايفة نفسي وزني كبير جدا مع إن وزني عادي أو مقبول. واخرج من فكرة الصراع مع الجسم والأكل اللي بيحفز الاكتئاب والقلق والإحساس بعدم الأمان. علشان كده لو عندنا مشكلة يا ريت نلجأ للمتخصصين، لأن هما دول اللي هيعرفونا إحنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. شكرا.